بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. إزاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. أحداث كتير متلاحقة بتحصل، أهمها تحرك قوات من الجيش المصري بمعداتها إلى الصومال، وده جاي من اتفاقية دفاع مشترك بمظلة أفريقية، يعني تمت بين مصر والصومال، وأعتقد إنها تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لو أنا مش غلطان، يعني حد يصحح لي لو أنا غلطان، آسف حد يصحح لي. المهم إنه في تحرك عسكري من الدولة المصرية في اتجاه أو إلى الصومال. إيه الموضوع؟ الموضوع إن في إقليم منفصل عن الصومال اسمه صومالي لاند. الصومال رفض الانفصال، راحت اثيوبيا، اثيوبيا بتاعتنا، بتاعت سد الخراب، راحت اتفقت معاهم انها تديهم او تاخد منهم 20 كيلو واجهة بحرية على البحر الاحمر، وده بيمثل تهديد للملاحة في البحر الاحمر وبالتبعية قناة السويس. وده كلام بعيدا عن سد النهضة. يعني بص، هو ده الموضوع المعلن عنه. اما ايه مش معلن عنه، ما تبقاش راجل طيب وتطلب ان الدولة تقول لك والله احنا مش هينفع. لكن هل ده مرتبط بسد النهضة؟ المعلن انه دي اتفاقية دفاع مشترك، انا مالي يا لمبي. طيب، والمعلن ان في عتاد عسكري مصري راح الصومال وبقى على الحدود مع اثيوبيا. واخد بالك انت يا عماد؟ طيب، لكن المعلن برضو ان العملية دي بس لحماية الامن الصومالي ومن الكذا والكلام الحلو الجميل اللي حضراتكم عارفينه. مش مقنع ان انا كمواطن ابقى مستني ان الدولة تحكي لي هي بتعمل ايه في الامور العسكرية، ابقى انا مواطن غشيم. طب انا ليه بقول كده؟ لانه لما نزلت بوست لفت نظري حاجتين. نزلت بوست انه الجيش بتاعنا في الصومال وربنا يا رب يحرسهم ويحميهم وينصرهم ويرجعهم بالسلامة. ليه؟ عشان ابني فيهم وابن اخويا وجيراني، وهو ده الجيش بتاعنا. ما عنديش خصومة معاه، ما عنديش مشكلة معاه، ما أذانيش، بس في ضابط جيش رتبة كبيرة ما بحبوش هروح اشتكيه في القضاء العسكري. لكن مش هشتم الجيش بتاعي، لأنه مفيش منطق يقول إنك تشتم فرد الأمن اللي واقف على بيتك أو محلك، أنت ما تقدرش. إنما النهاردة بقى عادي وسهل إن بعض المصريين يسبوا الجيش المصري، وكأن الجيش المصري ده هو الضابط اللي هو ما بيحبوه، هو ده الجيش بالنسبة له. يعني هو شايف مثلا ايه، اداء مش عاجبه من ضابط، او قول زي ما تقول، فبقى الجيش كله زي بالظبط اما يجي ضابط شرطة يتجاوز فنقول نهدم وزارة الداخلية. واخد بالك انت؟ ده كلام مش محترم ومش مقبول. يعني قبل اي شيء يا جماعة الخير، احنا بنختلف مع اداء شرطي مرفوض وبنطلع نتكلم، نختلف مع قيادة عسكرية أو شرطية ونروح نشتكي ده في القضاء العسكري وده في التفتيش القضائي. هيطلع لي واحد هنا يقول لي وبعد ما أنا ماليش دعوة بيك، مع نفسك. لكن اللي عايز أوصل له إيه؟ إنه فكرة إن أنت تشتم الجيش، أنا ما بحترمش اللي بيعمل كده، ومش هيلاقي له مساحة عندي على الصفحة. المنصة دي منصة محترمة عمرها ما أساءت لحد. فكرة إن أنت تتوجه بسباب لقادة مصر وإن اختلفت معاهم، اللي مش عاجبه الرئيس السيسي، الرئيس اللي جاي هتختلف معاه، واللي بعده حتى الممات. انا لو قلت لك سمي لي رئيس انت راضي عنه في مصر، هتقول لي انور السادات اكتر رئيس اتشتم. فانا اسف، فكره يعني ان انت مش مع الرئيس او مش مع الحكومه او مش مع وزير معين تقوم تشتم، ده كلام مش محترم وعمره ما يصدر من محترمين. طيب، الفكره تجاوزت ايه؟ تجاوزت توجيه الشتائم للجيش. طيب يا جماعه الخير، هو الجيش ده يعني عباره مكوناته ايه؟ يعني في شارع في مصر
مش مخرج جندي او اتنين او ضابط او اتنين في الجيش المصري، احنا بنشتم مين؟ خلافنا مع مين؟ في ضابط شرطة وحش، في 10,000 او 50,000 احسن منه بكتير ومحترمين ولا يقبلوا الخطأ. ففكرة التعميم والشتيمة انا بشوف ده والله العظيم قسما بالله صدقوني، انا بشوف اللي بيوجه شتيمة للجيش ويهينه ويقل منه، انا اسف جدا سامحوني يعني، انا بشوفه خاين. لان هي دي اول طوبة في هدم اي جيش. طيب حضرتك قاعد بتشتم فيه وانت نايم في السرير في التكييف وزعلان من ساعتين تخفيف احمال، وهو واقف على الحدود قفاه متنقح من الشمس عشان حضرتك تنام متنك على الموبايل تشتمه. انا رأيي انه يرجع. نفس الوضع وحضرتك في التكييف نايم على ظهرك وبتسكرول على الموبايل وتشتم، هو في الصومال في درجة حرارة انت ما تقدرش تقعد في الظل بتاعها. ليه؟ لحماية مصالحك. انما انت عايز مصالحك بطريقتك، فتلاقي بعض التعليقات يقول لك ايه، ها صومال ما راحوش غزة ليه؟ لا احنا اسفين يا صلاح، انا هبلغ الرئيس السيسي انه يتصل بيك يفهمك في التليفون هو راح للصومال وما راحش غزة. وبعد ما الرئيس السيسي يقفل معاك التليفون لازم رئيس المخابرات ولازم يتصلوا بمواطن ويقولوا له بس ما تقولش لحد. هو ايه المهزله اللي احنا عايشين فيها دي؟ ده كأن يا مؤمن انا مش بعمم، لكن بعض الاصوات دي بتعمل ايه هنا عندي على الصفحه؟ ايه اللي ممكن تحققوه مني؟ ولا هعجبكم ولا هحترمكم. المهم في تحرك مصري عسكري، طب ندعمه ولا ما ندعموش؟ لا، هو المواطن اللي بيشتم ده عايز تجيله رساله تفصيليه هم طالعين ليه وعددهم كام وبيقبضوا كام وهيجيبوا ايه، واخد بالك انت ده كلام يا جماعه مش مظبوط، واقسم لكم بالله عواقبه خطيره. هدم الجيوش ده هدف سامي لاعدائك بامتياز. يا سلام، انت بتخدمهم خدمه عظيمه. ومسميات قليله الادب، الناس دي انا عايز اقول لهم من فضلكم انتوا بتشتموا عيالكم، حاولوا تحافظوا على مؤسسات الدوله دي ونتخانق معاهم احسن ما نلاقيهمش ونتخانق مع غيره. الحفاظ على مؤسساتك دي ودعمها واحترامها امر بديهي، ونتخانق معاهم. يعني انا بختلف مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لكن احترمه، ده رئيس مصر. مش عاجب حضرتك انا كمان ما انتخبتوش، ولو في انتخابات تاني مش هنتخبه، لكن احترمه، ده رئيس مصر. مختلف مع مين؟ انت عايز تختلف مع مين؟ مع وزير واحترمه. انا بختلف مع الدكتور مصطفى مدبولي وبقول اخي العزيز الفاضل المحترم دكتور مصطفى مدبولي اخي وشريكي في الوطن. ناس كتير بتزعل من الحوار ده، لا ازعلوا، انتوا ليه عايزين فجر الخصوم؟ طيب نرجع لموضوعنا، انه قواتنا اللي راحت الصومال رايحه الاهداف قد نعلم منها جزء ولا نعلم الباقي. احنا متفقين ولا عايزينهم ينشروا لنا على الفيسبوك؟ المتحدث العسكري يطلع يقول لنا بيني وبينكم كده يا مصريين احنا طالعين عشان كده بس ما تقولوش لحد. ده كلام مش محترم. يعني ما ينفعش ان احنا نتدخل في الامور العسكريه دي بالكلام ده والدنيا تبقى على المكشوف. وقلت لحضراتكم قبل كده الرئيس السادات رحمه الله عليه قعد يقنعنا ويجتهد في اقناعنا انه مش هيحارب، وهو بيحارب وبيستعد. كان المطلوب ايه؟ فتحركت قواتنا هناك، المعلن انه اتفاقيه دفاع مشترك وكذا وحمايه مصالحنا اللي تتمثل في البحر الاحمر. ده امر مين يعني ايه المطلوب؟ مين اللي يحميه؟ كوالالمبور. وانا من انصار فكره ان انا احمي مصالحي في اي حته. مصالحي العمق الامن القومي المصري في ليبيا، انا في ليبيا. في السودان انا في السودان، بس مش ب7 عساكر، دول 10,000 جندي مصري رايحين الصومال. طيب بقينا كده على حدود اثيوبيا. قمت انا يعني ظنيت ظن كده، واسال الله ان يكون ظن حسن. هو احنا بنقرب؟ طب ان شاء الله خير. ولا ايه؟ دي بص، افصل ما بين المعلومات ورغبة مواطن. انا اتمنى
ان دي تكون الخطوة الاولى نحو تحقيق الهدف. ممكن يكون لا، لكن تحرك عسكري مصري ما اعتقدش ان القيادة العسكرية المصرية والسياسية قالت لك والله عندنا 10,000 جندي ما نوديهم كده يقعدوا في السوق. هي القصة مش كده. اذا ما كانش في ضرورة في جيش بيتحرك كده، لا دول مش بعثة رياضية، دي قوات مسلحة طالعين بناس ضباط وجنود يعني 10,000 واعتاد عسكري ومهام. لكن المهم في الموضوع انه قرب الحدود الاثيوبية مع الصومال. اثيوبيا زعلانة، وانا نصيحتي ليهم يشربوا من البحر الاحمر، ما لقوش البحر الاحمر يجوا الابيض عندنا نسقيهم منه. أنا أدعم قواتي المسلحة في أي تحرك من شأنه حماية وطني، أرض، بشر، مصالح، بحر، سماء. الناس دي موجودة عشان كده. لما يجوا يشتغلوا ما ندعمهمش؟ طب أمر يا عسل، إيه رأيك نفك لك الجيش ده بناقص منه وإحنا حلوين مع بعض؟ لا، أنا أحب أطمن حضرتك، الاسم اللي في المنطقة بتاعت حضرتك لو قفل هتزعل. شيل الاسم كده من المنطقه اللي احنا وحشين يا رجاله، فينا وحش كتير يطلع يرقشنا. شيل الاسم كده. لا، هو ما بيأذكش عشان خايف من رئيس المباحث، خايف من الضابط، خايف من الامين علي، انما هو لو طلق هيقرقشك. مين؟ الوحش، المجرم. ففكره ان انت عايز تهد منظومه او امنيه سواء على مستوى الدوله القوات المسلحه او الداخليه الشرطه، انت مش سليم، لا يمكن تكون سليم. انا بدعم القوات المسلحه المصريه في اي مهمه داخل بلدي او خارجها، واتمنى من الله ان تكون الطلعه دي بدايه النهايه ان شاء الله. عشمي مش في محله، عشمي زايد، يا عم سيبنا اتعشم. ويرد التاني يقول لك راحوا الصومال، طب كان راحوا غزه، ما تروح انت غزه. حد هنا يقول لي يعني انت مش موافق يا استاذ هيثم انهم يروحوا غزه؟ يا جدعان افتكروا كلامي، بس هي القصه مش كده. مش انت وانت قاعد ورا الموبايل صومال، طب ما كان انت خلاص انت التوت فرط. انتوا لو تلاحظوا يا جماعه، انا دايما باجي عند الامور العسكريه دي، يعني انا ممكن يعني اقول رايي في اي حاجه، بس الامور العسكريه ما اقولش راي عسكري. ليه؟ لانه دول ما بيتحركوش كده ومش هيبعتوا يقولوا لي. فدعم قواتنا المسلحه من فضلكم امر لا يجب ان يكون محل جدل. الناس دي لا بتتحرك على باطل، ولا بتعتدي على دول ولا اراضي الغير، ولا بيحتلوا، ولا عمر الجيش المصري تم وصمه بكده. جيش شريف محترم. نختلف لكن مش مع الجيش. انت شايف رايك انه كان يروح غزه وماله، بس ادعي له وهو في الصومال، عشان ال10,000 دول ولاد 10,000 اسره مصريه، يمكن حضرتك تكون منهم. استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فشل. ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ حفظ الله الوطن، ربنا يحفظنا جميعا يا رب. انا بس عايز اقول استاذه نهى، البقاء والدوام لله يا حبيبتي، خالص التعازي. وانا كتبت لك تعليق تعزيه وقلت لك ابعتي لي تليفونك عشان اعزيكي، بس انت تقريبا ما شفتيش التعليق. خالص التعازي، وربنا يا رب يلهمكم الصبر يا رب ويتقبلوا ان شاء الله. الناس خايفه من الحرب لان لها اضرار على البورصه والاستثمار. ميجو، احنا مش دعاة حرب، لكن اذا دعينا لها فنحن لها يا عم ميجو. ايه المطلوب؟ عايز اثيوبيا تبقى قاعده بتتحكم في البحر الاحمر، تبقى خدت البحر الاحمر والنيل والابيض مين هياخده؟ واحنا هناخد ايه في الاخر يا ميجو؟ لا، احنا مش دعاة حرب، واحنا ظروفنا مش مستحمله حرب، لكن جت حرب لا يا باشا، وجبه في اليوم ونبقى رجاله، ولا ايه؟ ولا احنا لينا راي تاني؟ انا اسف. ايوه بسرعه عشان انا على لايف. طب يعني اذا دعينا لا خلاص اتفرض عليك. انت راجل مش بتاع خناق، ولقيت واحد مسك في خناقك في الشارع بتاع بيتكم، هتعمل ايه؟ هتفرم امه. متشكر يا استاذ علي. طيب
شيلي الرقم يا نهى. ايه يا نهى اللي انت بتعمليه؟ شيليه يا نهى وابعتوا لي على الخاص. طب من ليبيا، اللهم انصر مصر وثبتها وسدد رميهم. حبيبي يا محمد يا الياس، اهلا بيك يا حبيبي وبكل اهل ليبيا. اهو ليبيا بتدعي لنا. احنا عندنا كام واحد هنا في مصر انا لو اعرفهم بالاسم. الكومنتات بتجري. استاذ ايمن اهلا بحضرتك، انا معلم ومتابع حضرتك. راحت فين الكومنت؟ لا انتوا كاتبين كومنتات بتجري ولا ايه؟ لا الكومنت راحت، انا اسف. طيب نخش على اللي بقى. احترم حياتك واحترم خلافك مع الحكومه اما بعد كلام حضرتك اليوم اصبحت متشكر، كتر خيرك يا استاذ ايمن. آه، جوجو بتقول لي انا اسف، انا بقى عايز، عندي اسئله عايز اعرف. اتفضلي. آه، طيب ايه الكومنتات دي كلها يا رجاله؟ هو انا اول ما اجي كده تخشوا عليا كده مش بالراحه؟ استاذ محمد شاكر اهلا بيك وبالمنصوره كلها يا حبيبي، اهلا وسهلا. في تحالف جديد بين مصر ونيجيريا، انا احب الكلام ده كده يا صومال ونيجيريا، اللهم صل على النبي، جهزوا العوامات. واحد هيقول لي انت عشمان قوي يا استاذ هيثم، وماله؟ هو انا عشمان فيك؟ انا عشمان في ربنا. اصل بص، اوعى تظن ان قصه سد النهضه هتخلص طبقا لتخطيطك او لرؤيتك او توقعك، انما هتخلص، مش هتخلص فيها كلام تاني. ازاي بقى؟ مش بتاعنا. انا ليا اكل ماليش بحلقه، مع ان في الموضوع ده عايز لي 2 بس ممكن ابحلق بعد الاكل. هي مش هتخلص بما احنا متصورين، ده ممكن تيجي من عند ربنا. يجي واد طيار مجهول كده هربان من ناحيه هناك، معاه طياره تقيله، ما تفهمش. لكن احنا عاوزين نتيجه. اتمنى من الله يعني مبدئيا فكره ان جيشنا راح الصومال لحمايه مصالحنا بشكل ما. يعني النهارده انت قناه السويس اتاثرت الملاحه فيها اكتر من 50%. ليه؟ من خارج حدودك. منين؟ الحوثيين في اليمن اللي بيعدي هنا زو، وبالتالي ما بقاش عندك وصول زي الاول لقناه السويس. طب اذا ده تهديد جاي لك من خارج حدودك. انا لو تفتكروا لما ده حصل طلعت قلت للرئيس يا سياده الرئيس، حمايه الطريق بتاع اللي جاي لقناه السويس دي مش مسؤوليه مصريه، ده امن قومي. ما هو لما يكون كل اللي جاي لي بيتضرب بالطوب، ما حدش هيجي لي، لا يبقى انا اقف ما اخليش حد يضرب حد بالطوب. طبعا ده كلامي مواطن لا افقه شيء في الامور العسكريه. يعني هيرد واحد هنا يقول لي وانت بقى فاكر ان انت اللي فاهم وهم مش فاهمين. انا عمري ما قلت كده، لكن انا قلت ايه؟ كان واجب علينا لما لقينا ان الحكايه شاطت في غزه والدنيا بدات واساطيل جايه، احمي الطريق الملاحي اللي بيودي للممر الملاحي بتاع قناه السويس. دي وجهه نظري. ممكن الدوله ما تقدرش تعمل ده نتيجه رفض دول، نتيجه كذا، انا ما اعرفش، لكن انا بقول انا كنت اشوف ان ده الصح. فده تهديد جاي لك من بره لازم تامنه. طيب الصومال كده فيها تهديد؟ طبعا. لما اثيوبيا تروح تقعد هناك ويبقى في وجهه بحريه وتتحكم وتحط قاعده عسكريه، ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ لا ده تهديد مباشر ليك. هو من هنا ومن هنا، انتوا بتدعكونا يا ولاد المأستكه. انا بس ليا عندي رجاء للرئيس السيسي والحكومه المصريه برئاسه اخويا الفاضل المحترم الدكتور مصطفى مدبولي. مش عايز اسمع كلمه الازمه الصوماليه الاثيوبيه. امانه عليكم ممنوع استخدام هذا المصطلح. ليه بقى؟ عشان احنا لسه ما خلصناش الروسيه الاوكرانيه. فهم ليه كلهم بينتهوا بايه؟ روسيه، اوكرانيه، صوماليه، اثيوبيه. انا برجو بس ان ما اصبحش في يوم على تصريح من دوله رئيس الوزراء او حتى سياده الرئيس الازمه الاثيوبيه الصوماليه. لا احنا لا احنا كده مش هينفع ومش هنتفق.
ما هو ده اللي هيحصل، خلي بالكم، ده ما بيخلوا اي حاجه تحصل. انا خايف الصين تدخل تايوان. انتوا ما بتعملوش لايك وشير وقلب ولف وحنان وانا لابس لكم ابيض. يا نهار اسود، امال البس لكم اسود ولا اعمل ايه؟ فالناس اللي سافرت دي يا رب ان شاء الله احنا ندعمهم ويرجعوا بألف مليون سلامه لينا ولاهاليهم ومنصورين ان شاء الله. احنا ما بنطلعش في باطل. تصريح مستفز صدر من السيد نقيب الفلاحين، او هكذا قرأت، وانا الراجل ده مش اول تصريح يزعلني، وانا لما بزعل مرتين التالتة ببقى وحش. فاكرين السيد نقيب الفلاحين لما طلع قال لك الله انتوا عاوزين كل حاجة ببلاش؟ فاكرين؟ طلعت رديت عليه. ما اكتفاش بالتصريح ده. للحظ السيء انا قاعد في بيتي وزوجتي بتطلب لحمة، فالجزار بعت اللحمة، فسألت قالوا لي الكيلو ب 460 جنيه و30 جنيه ديليفري. هو الدليفري بقى 30 جنيه؟ طيب وانا ماسك الموبايل بسكرول، انا ال 460 بتخبط في ودني الشمال، وعيني الشمال تلمح تصريح لنقيب الفلاحين بيقول لك تراجع سعر كيلو اللحوم الحية الى 150 جنيه. الراجل ده فين؟ انا عايز اعرف عنوانه. نقيب الفلاحين ده هروح له. ايه 150 جنيه كيلو اللحمه؟ دي لحمه بوبي ولا لحمه ايه؟ لا والله اقسم بالله ب 460 جنيه وارخص من كده. يعني انا اسمع ان يمكن انا عشان في منطقه شويه يعني اسعارها عاليه وارد، لكن انا اسمع ان مفيش اقل من 300 ولا انا غلطان؟ يعني حضراتكم صححوا لي. ايه الراجل ده 150 جنيه في الشهر؟ انت وبعدين تلاقيه بقى مطلع لك تصريحات كلها ايه؟ الشتاء القادم، اول الشتاء انهيار في الاسعار بنسبه النص. مش مصر الراجل ده لو مسك رئيس جمهوريه هيدينا امل يا خبر ابيض. هيبيع لنا امل وهمي لا محدود. هو الراجل ده فعلا نقيب الفلاحين؟ يعني تم انتخابه نقيب؟ مين اللي انتخبه؟ الكلام اللي حضرتك بتقوله ده كلام ناس مسؤولة، ناس كبيرة في السن والمقام، طالع بتكلم الشعب تقول له اللحمة ب 150 جنيه؟ ده على اساس ان الشعب ده ساكن ايه؟ ساكن في صحراء وقافلين عليه وما بيشوفش ولا ما يعرفش وما عندوش نت؟ انت بتعمل كده ليه يا عم الحاج؟ بص يا عم الحاج، انا اشتكيتك لربنا خلاص، انا مش هتكلم معاك تاني، بس لو تصريح تاني ما عجبنيش هتبقى حكايه مش حلوه معاك. انا قد بلغت اللهم فشل. انا خلاص البرج اللي فاضل يا نهار ازرق، انا مش عارف اعمل ايه. امن عليه؟ ما فيش شركه تامين عايزه تامن عليه. اللحمه ب 380 جنيه. طيب تيتا ام اسامه اهو بتقول لك اللحمه، قولي للنكيب. استاذه شيماء بتقول فين؟ رحتي فين يا شيماء؟ الكومنتات بتجري، انا مش عارف اجيب الكومنت، بقف عليها وبتمشي تاني. معلش بعتيها تاني يا شيماء بعد اذنك. محمود، ما انا عارف يا محمود، بس ده تلاعب. محمود فؤاد، ده تلاعب يا حبيبي قبل الذبح. تلاعب. وانا مالي ومال قبل الذبح؟ يعني انت يا والله العظيم 3 يا ابني، ده لعب في حاجه. يعني انا بروح للجزار بكام اللحمه النهارده يقول لي 150 قبل الذبح. واخدها قبل الذبح انيل بيها ايه انا؟
طب وقبل التشفيه؟ سيبك من التلاعب ده اخبار بتنشر بيقراها المواطن البسيط مش فاهم. ايه الكلام والاستفزاز ده؟ مغلوطه يطلع يكذب يا فندم. ما احنا بقينا في فوضى اخبار. اقسم بالله انا بشوف اخبار بخاف اطلع اتكلم فيها. ايه يا جماعه الخير، انا نشرت خبر من جريده شهيره لا داعي لذكر اسمها، والاقي لك نفس الجريده بتكذب الخبر. ايه يا رجاله ده؟ امال ناخد الاخبار منين؟ من البوتاجاز. اهو اللحمه ب 450 واماكن 500. وانت بتشتري اللحمه قايمه يا استاذ فتحي؟ يعني بتاخدها بالديل والراس؟ لو هم بيهونوا عليكم بس مش عايز يصدمك. يا ريت حضرتك تتكلم عن نواقص الادويه. والله يا استاذ عبد الرحمن انا اتكلمت، وامي نفسها انا مش لاقي لها سكر، اسف انسولين اللي هو الميكستارد 30 وعايز اقول لك يعني حاجه بقت مقرفه ومقززه. انما انا مش هطلع كل يوم بقى اندب اقسم بالله انا بقيت احاول افلتر. انتوا لو تلاحظوا انا ما بقيتش اطلع كتير زي الاول. انا تعبت، مش تعبت يعني. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ ده يا جماعه يا جماعه انا مش عايز اقول لكم في ايه حاجات ايه والناس مش لاقيها في الصيدليات. اقسم بالله حاجه تضحك. وافتح التلفزيون الاقي على الشمال الجمهوريه الجديده، وعلى اليمين مهرجان العالمين الجديده. العالمين الجديده دي ايه حكايه والقديمه ايه؟ ده القديمه تحلى لو كانت وحله. طيب الجمهوريه الجديده وقلنا ماشي، مع ان ما نعرفش توصيف الجمهوريه الجديده عباره عن ايه، لكن جمهوريه جديده ومهرجان العالمين الجديده. طب مش هنكتب فوق مصر الجديده؟ طيب يبقى نقفلها المواطن الجديد ولا ايه؟ ليه متمسكين بالجديده؟ انتوا كان نفسكم تبنوا دوله من الاول فروم سكراتش، تاخدوا صحراء وتقوموا وتنزلوا بورق الحائط. مصر القديمه يعني شكلها وحش بس ناسها حلوه. استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فاشهد. احنا رايحين على فين يا اشرف؟ مش كنت تسال قبل ما تركب؟ على راي اخونا الساخر الكبير الاستاذ مشهور جدا بس راح مني. لا حول ولا قوه الا بالله. الانسولين يا جماعه، الانسولين ده ما فيهوش هزار. وانسولين الاطفال كمان، في اطفال بتوع مرض السكري او بيسموه ايه مش عارف. يعني انا والله العظيم غير اللي بعتت لي قبل كده واتكلمت عليها لسه امبارح او اول بعت بتقول لي طب اعمل ايه؟ ابني هيروح مني. الله، ايه يا جدعان؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ هو ده دواء صداع؟ استنوا بقى، سيبونا اخلص الباقي بقى، ما تقعدوش بقى يا مش ناقصه خناقات. في قانون جديد بيتعمل اسمه قانون الإجراءات الجنائية. وبحكم الطبيعة لما تيجي تلاقي قانون بيستدعى عشان يعني تقول ايه ده هيظبطه بقى، ما هو قانون متجرب بقاله سنوات طويلة، اكيد ظهرت عيوبه والشكاوى منه والاعطال اللي فيه وكذا، وبالتالي بتجيبه تنقحه الى الافضل. ده كان في القديمة. طيب ايه الموضوع؟ انا بصراحة مش هقدر اقول ايه الموضوع لانه لسه انا بقيت اخاف يا جماعة والله للامانة الشديدة يعني من الاخبار المتداولة على السوشيال، لاني ممكن اطلع اتكلم في حاجة وتطلع مش صحيحة. وانا بعيدا عن اي محاسبة او خوف او غيره، انا ما احبش ده. انا احب ان انا اقول كلام حقيقي، ولما ببقى شاكك فيه بقول يا جماعة انا شاك في ده، من فضلكم قولوا لنا. اللي انا قريته من معالم او ملامح قانون الاجراءات الجنائية نقطة نظام، وقفوا لو سمحتوا واقعدوا مع المحامين واقعدوا مع اهل القضاء، لان اللي على الوش كده مش حلو. ايه هو؟ مش هتكلم فيه،
لانه ممكن يكون جزء منه مزيف على القانون، انت واخد بالك؟ فانا برضو محتاج ان انا اعمل اتصالات ببعض الساده اخواتي النواب الكبار المحترمين، افهم منهم ايه اللي انا مش عايز اعرف ايه القانون، انا عايز اعرف ايه الاعتراضات عليه، لان الاعتراضات اللي قريتها اقف مكانك بس كده. ومش هقدر اقول الاعتراضات اللي قريتها عشان ممكن ما تطلعش صح، لانها في منتهى الخطوره. بعض الساده المحترمين المحامين زعلانين وبيقول لك الكلام ده مش مظبوط وانتوا طيب، هم المحامين دول مش هم القضاء الواقف؟ احنا بنعمل قوانين وخصوصا قانون الاجراءات الجنائيه في غيبه المحامين والنقابه والكده. لا انتوا بتتكلموا جد. طب واحنا هنجيب المهندسين ياخدوا قرارات طبيه ولا هنعمل ايه؟ قانون الاجراءات الجنائيه اللي داير بخصوصه اليومين دول انا بحذركم ونفسي منه. اي كلام في اتجاه مش كويس مش هيبقى مقبول ومش هيمشي، والانفراد بالرأي عيب ويعيبكم جميعا، والسادة المحامين مدعوين لمناقشة القانون ده مناقشة مجتمعية، ويطلعوا يقولوا لنا في ايه، لان احنا مش محامين. لكن انا بالاطلاع العام كده انا متوتر جدا مما قرأت. طب قريت ايه يا استاذ هيثم؟ لا والله ما انا قايل، بس هتأكد الاول واقول استفيقوا وارحمكم الله لقد بلغت اللهم فشل. استاذ طه حبيبي ازيك؟ استاذ طه زعلان مني بس زعل المحب يعني. استاذ طه مش انا اللي بمنح يعني اشد المتابعين او كذا، او مش انا، ده الفيسبوك اللي بناء على متابعه حضرتك او اهتمامك المستمر او كده هو اللي بيمنحك الشاره دي، مش انا اللي بسحبها. انت اخ عزيز من سنين وانا بحترمك واقدرك وما اقدرش اعمل كده معاك. تحياتي، ولا مع غيرك، لان دي صلاحيات الفيسبوك بس. تحياتي ليك. اكيد عندنا هنا محامين برضو هيرغوا معانا في موضوع قانون الاجراءات الجنائيه دي والحاجات اللي مضايقاهم فيه. دواء كونكور 10 اختفى شويه من الصيدليات وبعدين ظهر تاني ب 100 جنيه وكان بكام؟ لسه التقيل جاي ورا. طيب نظرا لان لوحات العربيات المصرية شكلها وحش، ودي من اهم الحاجات اللي كانت مصر محتاجاها عشان مصر تنهض وتقوم وتنطلق بالكيف. بيقول لك هيغيروا اللوحات المعدنية. احنا خلصنا كل مشاكل المرور والسيارات وباقي اللوحة. قال لك هيعملوها مش عارف ايه وهنا هيروغليفي، يعني المهم في ديزاين جديد. طيب هل ده لكل العربيات؟ انا شفت القرار تقريبا اتكلم على عربيات النقل ومش عارف ايه. المهم اللي لفت نظري ايه، مش عارف اللوحه بكام ومش ليه يا رجال؟ هي اللوحات القديمه اشتكت منكم او مننا في حاجه؟ احنا ممكن كل واحد يغسل لوحته. انتوا اساتذه في التفنن ان انتوا تطلعوا مننا فلوس، بس ده يعني عيب. ليه يا جماعه؟ البلد دي عندها اولويات ضخمه جدا 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 جدا، وصدقوني تجيب لكم اكتر من الكلام ده بكتير. انتوا اللي رايحين حتت هي هتجيب فلوس بس هتأذي وهتضايق وهتزنق ناس. انا كنت عملت فيديو انه شحنت كارت ب1000 جنيه خدوا منه باقي 400 او 450 جنيه دي. اول امبارح نفس الموضوع تاني. ايه ده؟ الجنيه بجنيه؟ طيب
انا اسف بس كده ما تعلاش، بتاع الناس ما يعليش. ودايما انتوا بتعملوا الامور اللي هي اخر ما قد نحتاج اليه. احنا مش عايزين ايه النهارده ده يبقى نعمله، واخد بالك؟ لوحات ايه؟ حد هنا يقول لي يا استاذ هيثم لا اصل هم ركبوا كاميرات، الكاميرات الحديثه الفظيعه الخطيره دي. انا كان نفسي كل حاجه في مصر تبقى حديثه وفظيعه وخطيره. فهم عايزين اللوحه عشان مثلا يا عم تعالى هنا الله يرضى عليك، تعالى اهدى شويه اجيب لك سحلب. لوحات. طيب حلوا لنا مشاكل المخالفات، حلوا لنا مشاكل التجديد، حلوا لنا، اعملوا لنا وعي تثقيف مروري، فهموا الناس النهارده يا جماعه. خلي بال حضراتكم بيطلعوا الكوبري، لاحظت انا الموضوع ده، بيطلع الكوبري مثلا المفروض السرعه 60، يطلع قدام الكاميرا 60، واول ما يعدي الكاميرا يجري. لا برم انت ناصح، تعال. دي كانت في القديمه. دلوقتي هو بيصورك في مطلع الكوبري ويصورك في المنزل ويحسب لك انت خدت المسافه في قد ايه يا برم. انت بتشغل دماغك على مين؟ لا احب اذكرك ان الموضوع اختلف. طب انت مسافر، بياخدك على الكارتة الاولانية وعلى الكارتة التانية وفي النص. فالناس اللي بتطلع الكوبري مؤدبة على 59 وتجري فوق وتنزل، مبروك عليكم المخالفة. ده مشغلين دماغهم علينا جامد يا خال. طب كان ايه المطلوب؟ المطلوب ان كان يبقى فيه وعي مروري، تثقيف مروري للمواطن. انما لا، احنا قاعدين لك هنا صور. تيجي تتكلم يقول لك مش دي صورتك يا استاذ؟ هو انا اللي خالفت يا استاذ؟ ادفع يا استاذ. طب يا فندم حط لي سرعات، فهمني علمني. والله ما انا روح قول لهم بقى انا هنا بقى. فاحنا كل مشاكلنا في المرور والكذا اتحلت، ورايحين نتكلم في لوحات. لله الامر من قبل ومن بعد. قريت خبر ممتاز جدا. اللجنة التشريعية في مجلس النواب وافقت مبدئيا على المراقبة الإلكترونية بدل الحبس الاحتياطي. الحبس الاحتياطي ده أسوأ شيء في الدنيا كلها، إلا في حالات معينة لازم يكون الحبس الاحتياطي موجود. فهو قال لك بدل الحبس الاحتياطي يبقى فيه مراقبة إلكترونية. يعني إيه؟ مثلا ده تصور، يعني تلبس اسوره لو خرجت من بيتك هتتكهرب، او هتدي مثلا بلاغ للشرطه او حاجه بشكل ما، لكن بيمارس حياته وسط اولاده وشغله تليفوناته دنيته. ده امر الى ان تثبت ادانته يجي البرنس من قفاه. ده كلام كويس. لكن لما اشوف الخبر ده واقرا بعض العناوين لقانون الاجراءات الجنائيه الجديد، اقول ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ انتوا عايزين تجننونا؟ يعني احنا بنحل مشكله الحبس الاحتياطي حتى لا تكون اداه يعني الحبس والعقوبه مسبقه ويطلع في الاخر بريء وبعدين في الاخر يرفع قضيه تعويض وبقابلني واخد بالك؟ طيب بنحل. لكن الواضح في قانون الاجراءات الجنائيه الجديد انه حمل الكثير من المشاكل. فانا اروح فين معاكم؟ استفيقوا يرحمكم الله، عشان كده غلط. الا قد بلغت اللهم فاشهد. سامي جزر بيقول لي دي كانت لوحات نظيف القديمه. واحنا في الجديده. يا راجل كنت تقول لي كده من زمان.
باسم يوسف فين؟ صحوه هاتوه. انا شفت فيديو للفريق كامل الوزير، وانتوا عارفين ان انا مبارك جدا التطورات الخطيرة اللي بيعملها الفريق كامل الوزير في قطاع الصناعة. فاكرين لما راح التنمية الصناعية والراجل بتاع العسل وقال له السبت الجاي تيجي تاخد السجل الصناعي، وراح الراجل يوم السبت لقى الفريق كامل هناك بيديله السجل. قمت انا انبسطت. لقيت لك فيديو السيد الفريق كامل الوزير وتقريبا جنب منه السيده رئيسه هيئه التنميه الصناعيه على ما اذكر، او احد القيادات يعني في هيئه التنميه الصناعيه، والفريق كامل بيقابل عدد كبير من اصحاب المصانع. قمت قلت للفريق كامل الله انت بتتابعني ومكسوف؟ لا ما تتكسفش، لان انا قلت الله هو الفريق كامل كل ما بيروح الهيئه بيقابل واحد قول لي طب ما تقابلهم كلهم في قاعه على الشمال جوه. فاكرين اللايف ده؟ فهو يعني الراجل مشكورا عمل كده. انا بضحك طبعا، يعني مش شرط انه يكون سمعني، انا بضحك معاكم. عمل كده وجاب اصحاب المصانع قعدهم قدامه. خلي بالك واقع بتاع العسل حصل امتى؟ داخله في شهر اهي ولا ايه؟ يعني المفروض ان تعليمات الفريق كامل في هيئه التنميه الصناعيه ثابته راسخه. لا، وقف له واحد قال له انا عندي مصنع في جمعيه المهندسين العرب قدام العبور، وعندي رخصة ومقنن واخر حلاوة، ومش عايزين يدوني السجل الصناعي. نفس مشكلة بتاع العسل. اذا هنا حضرتك تستخلص نقطتين. النقطة الاولى ان احنا محتاجين الفريق كامل يقيم داخل هيئة التنمية الصناعية، وده معناه ان فصل جميع العاملين في الهيئة دي واجب. ليه؟ لانه لما وزير الصناعة نائب رئيس الوزراء يرسي مبادئ في تعامل هيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين والمصنعين وما تتنفس، يبقى انتوا عايزين الوزير يجي يقعد عندكم. لا عينينا حاضر، احنا هنطالب الوزير يجي يقعد عندكم ونوفر كل المرتبات. ما تزعلوش مني انا اسف. لما وزير يبقى مدي توجيه من شهر وتتقال له نفس المشكلة في القاعة ومسؤولة الهيئة قاعدة جنبه وصاحب المصنع واقف قدامه، طب ازيدكم الشعر بالبيت بقى. جمعية المهندسين العرب اللي قدام العبور دي فيها كم مصانع وهمي، واقع فرض نفسه، ومصانع بتصدر ومصانع بتنتج ايه الناس دي انتوا عايزين ايه؟ تشغلوهم ولا تقفلوهم؟ ده يا جماعة منطقة قد كده قدام العبور، انا ما بتكلمش على مصر. كمل بقى. فالفريق كامل نفس الحكاية، ادوله. الله انتوا عايزين الوزير يجي يقعد عندكم ويقول له اديله؟ لا انا اقول لحضراتكم المشكله ايه. صلوا بينا على النبي. الفريق كامل الوزير وزير قوي، صاحب الرئيس، صديقه، اسف يعني صديق الرئيس وحبيبه. يعني ايه؟ قالوا سياده الرئيس على طول، وقوي ومدعوم سياسيا وماليا. فنفذ يا مليجي بينفذ مليجي. تيجي تاخد مليجي على جنب لوحده تقول له نفذ يا مليجي، يقول لك هات لي ورقه. اسمع مني انا هات لي ورقه. ليه يا عم ابراهيم اجيب لك ورقه؟ عشان القانون، عشان التعليمات، عشان المنشور الدوري. طبعا الفريق كامل في طريقه بيحاول يحل ويحيد كل الكلام ده. شغل الدير قانون ايه؟ ارموه. القانون اللي يقفل لي مصنعي ترموه. فمين يقدر يبقى زي الفريق كامل في هيئه التنميه الصناعيه؟ اسمحوا لي كله خايف على نفسه. يوم يعمل ايه الموظف؟ يقول لك والله انا عندي. لا روح للفريق كامل يا راجل. اروح للفريق كامل فين؟ طيب هو ليه الفريق كامل اجتمع بالمصنعين دول؟ اجابه بسيطه وسهله، فيري ايزي يا عزيزي. ما لقوش حد يحل لهم فراحوا للكبير.
ما لقوش حد يحل لهم عشان هيئة التنمية الصناعية متعنتة، ولا بتتبع القوانين واللوائح المعمول بيها وما تقدرش تخالف. هنا تتحل القضية. امال ايه الحل يا استاذ هيثم؟ الحل ان كل العاملين في الهيئة يبقوا الفريق كامل للوزير بصلاحياته بسلطاته. ازاي؟ بقانون ولوائح يتم اعمالها للصالح العام. انا مش مستني وزير الصناعه نائب رئيس الوزراء يروح لهم مرتين في الاسبوع يقعد مع المصنعين. ليه؟ هم شغالين سكرتاريه؟ لا، الفريق كامل او الدوله كتشريع او قوانين او لوائح او غيره يتعمل اللي يخلي موظف الهيئه عنده صلاحيات الفريق كامل. مش موظف الهيئه يوافق لك ويجي وزير بعد الفريق كامل يحبسه. استفيقوا يرحمكم الله، ألا قد بلغت اللهم فشهد. حاوريني يا كيكه كده. يا خبر ابيض. استاذ عادل صبري بيقول لي معلومه قديمه اتخانقت عشانها كتير. بيقول لي في بعض الطرق في رادارات ومفيش فيها لوحات ارشاديه للسرعه المقرره كتير. وانا طلعت كلمت اخويا المحترم وزير الداخليه، قلت له عشان تخالفني لازم تعلمني، لازم تقول لي سرعتك هنا كده، اقوم انا لو اتجاوزتها تخالفني. لكن ما تحطليش سرعه وتخالفني، ده لا يرضي ربنا ولا رسوله ولا خلقه. فان شاء الله احنا بنجدد النداء بانهم يعملوا لنا يافطات. مصر دلوقتي عندها كم مشاكل بالنسبه لاي دوله ضخم ووهمي. بالنسبه لاوروبا مصر تحيا وسط مجموعه من الكوارث. بالنسبه لامريكا شرح. انت عايز تقول ايه يا عم مواطن ونص؟ انا قبل كده وجهت نداء للدوله المصريه انه كم الديون اللي علينا دي احنا غير قادرين على سدادها الفتره الحاليه على الاقل. وطالبت بتحرك مصري سياسي مالي، بنك الدولي، الكذا، باريس، ان مصر محتاجه فتره سماح من سداد الديون تاسيسا على. ابدا بقى بالروسيه الاوكرانيه، خش لي على الحوثيين في اليمن، خش لي على قناه السويس اللي اتقصوا نصها، خش لي على اخواتنا اللي بيسيحوهم في غزه، وكمل بقى وخش على الصوماليه. قول لهم الصوماليه الاثيوبيه انا هسامحك، بس ما تقول ليش انا. ماشي؟ وليبيا، وعايز ايه تاني؟ اللهم صل على النبي، طالع لنا في كل خرابه عفريت. اذا مصر عندها من الاسباب اللي يخليها غير قابله لسداد ديونها مرحليا. محتاجين جدوله. كان نفسي يبقى اسقاط، انما يعني احنا ليه ما بنتحركش في الملف ده؟ هنفشل نفشل، يكفينا شرف المحاوله. انما احنا مش هنقعد نمص من دمنا ولحمنا عشان نسد ديون غير مسبوقه في تاريخ مصر. ليه ما عندناش الاستعداد ان يبقى في مسعى نحو فتره سماح، فتره مصر تستعيد نفسها، مصر تقف على رجلها. احنا النهارده طلع لنا 10,000 جندي بمعداتهم بمصروفاتهم يا الصومال، وعندنا قواتنا المسلحه هنا عند الحدود مع الكيان ابن الكلاب، وناحيه ليبيا ايه، يعني الدنيا حوالينا مولعه واحنا قاعدين في النص. طيب هل ده وضع اقتصادي؟ ده مديرة صندوق النقد نفسها اقرت ان مصر بتمر بظروف صعبه، وانه قناه السويس نزلت للنص. طب امور يا عسل، مش هي دي الست اللي مديننا؟ انا ممكن اتجوزها لكم عادي. ايه الست نفسها فاهمه ان مصر طب يا ست الحاجه ام ابراهيم اعمل لنا بقى حاجه، سنه 2 مش هندفع. مفيش، مصر ما بتمشيش في المسار ده. مصر مصره تسد ديونها وتبقى ملتزمه فيها. طب والداخل والله بقى واحنا قلنا ان احنا هنتعب. لا، ده كلام انا مش حبه، مش مستسيغه، مش شايف له يعني ضروره ولا الزام. من حقنا نسعى ونتكلم مع عواصم العالم والبنك الدولي وباريس وغيره انه
المرحلة دي مصر لازم تعديها بدون التزام بسداد الدين. يمكن كلامي يكون غلط، بس ما فيش حاجة في الدنيا اتعملت وكان فيها سبق إلا واتقال عليها غلط. يمكن ألا قد بلغت اللهم فاشهد. مساء الخير يا أستاذ نادر، أهلا بحضرتك. انتوا لسه مع المرور ده؟ انتوا شكلكم زعلانين من المرور جامد جامد. ولسه ده احنا هنتقلوص في المخالفات. بيرو بتقول لك ويا ريتنا بنسد ديون، ده احنا بنسد فوائد الديون وخدمة الدين وبلاوي سودا يا بيرو. طريق مصر الاسماعيليه كله ما فيش يافطات سرعه. فعلا انا بمشي على طريق الاسماعيليه اقسم بالله ما بشوف يافطه سرعه. انا فعلا وانا بكلمكم مش عارف هو طريق الاسماعيليه زي طريق السويس 120 ولا 110 ولا 100 ولا 92 ونص. يعني صندوق النقد الدولي عامل تصريح بيقول لك تراجع ايرادات القناه 57%. يا حسن السوداء ده على اساس سنوي خلال الربع الاول من 2024. مش عارف والله يا محمد يا بهجت، المعلومه دي ما اعرفهاش الحقيقه. هو معلوماتي ان الجيش في الصومال، انما احنا الجيش بتاعنا ما حدش يتوقعه. ندخل على الخناقه الكبيره ولا الخناقه اللي قبلها ونقفل بالكبيره؟ قولوا لي رايكم بقى عشان يعني انت الوحيده يا جوجو اللي عملتي لايك وشير وقلب ولف وحنان. انت بتحرجي المتابعين يا جوجو، احرجيهم. الكبيرة على طول مش كده؟ طيب احنا سامعين عن محاولة الاخوان للصلح مع مصر. ايه ده؟ بتتكلموا جد؟ ومصر قالت انه لا والله احنا لم ترد الينا طلبات. طيب يبقى اذا احنا مش بنتكلم على واقعة، احنا بنتكلم على اخبار متداولة اعلاميا، ويطلع واحد يقول لك مش عارف مين نائب مرشد ايه وقال ايه، ودي ردت مصر قالت لهم ابسوليوتلي. طيب ايه الموضوع بصراحة؟ وانا بتكلم عن نفسي انا قرفت. هو احنا بقالنا 14 سنة في الاخوان وهنفتح اخوان تاني ونرجع؟ هتقول لي يا استاذ هيثم يعني انت رافض؟ ولا انا مش بتكلم في رافض او موافق، تعالى بس اما اقول لك. شوف يا صديقي، من حيث المبدأ كده مفيش حاجة اسمها اخوان ومفيش حاجة اسمها بتنجان ومفيش حاجة اسمها ليبرالية. الكلام ده ضيعنا، خلاها 500 حتة. طيب لكن احنا هنا بنناقش ايه؟ المسعى الاخواني ان صح. يعني انا بنناقش كلام مثار على الساحة يعني. طيب الطلب ده اكيد ليهم طلبات. هل من ضمن الطلبات ان في حد قتل مصري او ولع في مصريين او عمل او خلينا نقول ايه، في اخوان عايشين وسطنا، في منهم الساكن ومالوش دعوه في حاله، وفي اللي شغال في جهه وكاره نفسه وكرهك وبيعطل لك مصالحك. في ولا لا؟ طيب الاخوان بعد الاحداث الكتير اللي حصلت دي جميع مجالات تجارتهم واقتصادهم واموالهم اللي كانت دايره في مصر صح. فحصل ايه؟ الكلام ده اثر على مصر. يعني اذونا؟ اذونا. حد هنا يقول لي طب وانت كنت عايز ايه يا استاذ هيثم؟ والله يا ابني بص، والله قسما بالله يعني هو ربنا اللي يحاسبني.
يعني اذا كان انا اسحب جنيه من مصر يأذي بلد، ملعون ابو الجنيه ده مش عاوزه. واحنا بنتكلم بقى دين وكده وبتاع، فما تعملش اللي يجهدني ويكسر فيا. جزء من التعب اللي احنا فيه ده هم انه الاخوان اجتهدوا في سحب كل جنيه او تجاره كانت دايره في مصر. واحد هنا يقول لي ما من حقهم يا استاذ هيثم، ما الدوله مش خلاص يا عم، مش هم عملوا كده متشكرين، تعالى بقى حضرتك عاوز ترجع، الرجوع مش بطلب، الرجوع باداء وفعل. واحد هنا يقول لي يعني انت عايز ايه يا ناصح؟ يعني حضرتك عاوز تقدم طلب للسلطات المصريه فالرئيس السيسي يؤشر يقول لك اوافق؟ بتتكلم جد؟ وبعدين اكيد طلبات حضرتك انك تخرج ناس من السجون وناس تيجي من بره وكل الحلويات والمهلبيات. بالنسبه لمصر حضرتك طلباتها من حضرتك ايه؟ وايه اللي انت عارضه؟ فكرة رجوع من عدمه، انا رافض كلمة الاخوان، رافض كلمة الكذا. يا جماعة والله العظيم مصريين، هو حضرتك مش ممكن تبقى مسلم او مسيحي امام جميع الناس لكن انت من جواك ملحد؟ انا مالي، انا ما بسألش حد عن دينه، ده دين وده سياسة، والسياسة جنب النجاسة، هي النجاسة جايبين للدين والطهارة تلعبوا بيهم في النجاسة. الدين في نفسك، علاقتك بربنا وفي المسجد، انما لعب بالدين في سياسة انا كلام يعني مصر مش هينفع فيها الكلام ده يا جماعة، اسمحوا لي، يعني مش هينفع. ويمكن حد من حضراتكم يزعل مني بس انا مش هقدر اقول ليه مش هينفع على الهوا، مش هينفع. ولو انت عايزه ينفع مش هينفع، لان ده كمين. فاذا حضرتك عايز ترجع، انا مش عايز اعرف طلباتك، لا يا برنس، ده طلباتي لو انا وافقت ومسبقا ان ادفانس. مش سحبنا الدولار وقفلنا الجمعيات الخيريه واللي كان بياكل واللي كان بيشرب واللي كان بيتصنع يلا هدوا ام البلد. النهارده حضرتك عايز ترجع بتقول لي طلباتك، وبالنسبه لطلباتي اخبارها انت ايه طلباتي او ايه العرض اللي انت عارضه عليا؟ انا اقول لحضرتك احنا هننشغل في القصه دي كام شهر كده، الله اعلم هيحصل معاهم ايه. انا دي قضيتي بقى الوحيده. هتتشغل خيال المآتة، عارف انت خيال المآتة يروشك كده وهو بيلعب في حته ثانيه، مين معرفش. لكن احنا مصرين، هو الكلام ده بيدور على شاشات التلفزيون والسوشيال ميديا؟ يعني الاخوان بتقدم للرئيس السيسي مثلا ولا الدوله المصريه ولا اجهزتنا الامنيه على السوشيال ميديا؟ احنا مالنا بالكلام ده؟ انتوا بتقولوه لنا ليه؟ ايه بتعرفوا لي؟ انت بتروشني بتشغلني، انا ناقصك يا رجاله. احنا وصلنا لمرحله الزيت والسكر والرز والكهرباء بتقطع والميه بتقطع، مش فاضيين لده، ده ناقشوه مع الدوله وقنواتها الرسميه. وان كنتوا عاوزين تطلعوا تكلمونا في الميديا قولوا لنا هتقدموا ايه لمصر واهلها، مش تقتلني. وبعد يا رجال انا خلي بال حضرتك، انا ماليش دعوه بمن لم يسيء لوطني ولا من لم يسيء لدماء. اللي ما ضربش شومه في بلدي وهو اخوان الله يسهله ماليش دعوه بيه، انا مالي. انما اللي ضرب واللي حرق واللي كسر واللي كذا واللي كذا والله اعلم، انا ما بتهمش اسم معين بعيد، اللي انا عايزه اعمل بيه ايه ده؟ انت بتتكلم جد؟ قتلت ناس وجاي دلوقتي تصالح؟ وبعدين استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت اللهم فشل. اللي عايز يزعل يزعل بقى، ده رايي. وده احنا داخلين على مرحله بقى هو على راي محمد بالونه اختبار وهو من الدوله وبعدين والتاني يقول لك لا ده انشغل بقى هنعمل بس احنا بقى الموضوع ده، لا انا مش هعمل له بس. انتوا هتروشونا، سيبونا باللي احنا فيه. يا تيجوا تضيفوا لنا قبل ما تيجوا، يا ما اعتقدش ان الطرح ممكن يبقى مقبول. طب انا ليه بقول كده؟ انا مش صاحب قرار،
لكن انا صاحب رأي، وما اقدرش اقول ان الدولة يعني مش فاهمة وانا اللي هفهمها، لكن ده رأيي بقوله بالصوت العالي. انا عارف ان في ناس متعاطفة مع الاخوان وناس ضد الاخوان. انا مش قضيتي الحكاية دي، انا قضيتي سعي تنظيم لصلح مع دولة كان بيكسر في عظمها نهار وليل، ووقف كل اعماله فيها وسحب في واحده. يقول لي على حق مش على حق، مش موضوع، ما بناقش. وجاي النهارده تقول لي صالح. طيب ماشي، والصلح خير، قوم نتصالح، الصلح خير نادي يا مصطفى. وبعدين هتجيب كفنك يعني وانا سامحك ولا ايه؟ وخلصت خلاص. طيب اثبتوا لنا ان انتوا يعني هي كلمه اثبتوا لنا دي بقى هي اللي عشان انا شخصيا ما عنديش سعاده اضيع وقتي في مناقشات فاضيه واشغل المواطن واخوان تاني. اللي هو احنا مش قلنا خلاص مفيش؟ احنا بنفتح الموضوع تاني ليه؟ لا اخوان ولا غير اخوان ولا ليبرانيين ولا ليبراليين ولا ليبراليين، احنا مصريين. سيبوكم الكلام ده عشان التحزب والكلام ده الفتنه بعينها. استفيقوا يرحمكم الله، ألا قد بلغت، اللهم فاشهد. عايز اقول حكايه بسيطه ما كنتش اتكلمت فيها متعلقه بالموضوع ده. طبعا حضراتكم فاكرين الفنان محمد فؤاد لما راح المستشفى، بعيدا بقى، بص، بعيدا عن الاخوان وبعيدا عن الفنانين والمؤيدين، بص ما تدخلنيش الزحمه دي خالص عشان مش ما بحبهاش. انا عاوز اناقش معاك نقطتين. النقطه الاولانيه، لما النجم محمد فؤاد اتعامل كده في مستشفى، المواطن الغلبان هيتعامل ازاي؟ انا اقدر اقول لكن مش عايز اقول. عايز اسالكم، اذا كان ده تعامل طبيب في مستشفى حكوميه مع نجم زي الفنان محمد فؤاد، طيب هيعمل ايه مع ام احمد الغلبان اللي على قد حاله، اللي داخل يعني واخد بالك انا عايز اقول ايه؟ طيب الواقعه دي انا شفت فيها الاتي. عارف انت اما تبقى مش طايق حد ويجي لك لحد، يعني مثلا ايه، انا مواطن ونص مثلا، وانت ما بتحبنيش ومش طايقني وبتكرهني، ربنا يهديك، وفجأة لقيتني قدامك بكره في مكتبك بقضي مصلحة. هتقول لي امر يا استاذ، مش كده؟ انتبهوا يا حضرات السادة، اللقطة دي قالت ان داخل مصر ناس تانية بتخبط من تحت. يعني ايه؟ مفيش طبيب يقابل مريض بالمنظر ده الا لو فيه هيستوري او باك جراوند، او هو وانتوا عارفين ان محمد فؤاد كان من المؤيدين جدا وده مش عاجب ناس. مين الناس؟ الله اعلم، سميهم لي انت بقى. لكن اللي يهمني في المقام الاول من الواقعه دي، اذا كان نجم كبير بحجم محمد فؤاد، وانا ده نجم، ده حقيقي، ولا هتزعلوا؟ ازعلوا. يعني المفروض الدكتور يسلم عليه يضحك له وياخد معاه صوره سيلفي، لا هو مش طايقه من الاول وبادر بضربه برجله. تقوم النقابه تنتصر للطبيب دون تحقيق. تاخد بالك؟ احنا بننصر اللي مننا ظالما او مظلوما. طيب هو محمد فؤاد ده احنا سمعنا عنه حاجه قبل كده؟ لا والله. اتهجم على مكان قبل كده؟ لا والله. ضرب حد قبل كده؟ لا والله. هي دي اول والله. طب الفيديو بيقول ايه؟ بيقول اللي انا قلته. انا يمكن تفتكرني ظالم للطبيب، انا ما اعرفش الطبيب، لكن اذا كان ده الطبيب اللي بيقابل المرضى، يبقى احنا محتاجين نراجع شكل
اداء اطبائنا مع الجمهور، لانه ثبت ان ادائهم مع النخبه والنجوم كده يبقى الجمهور لا مؤاخذه بيتعمل فيه حاجات مش مقبوله. استفيقوا يرحمكم الله، لقد بلغت الله من فشل. طيب انا تعبت بقى، ما امشي لان انتوا ما بتعملوليش لايك ولا شير ولا قلب ولا لف ولا حنان. كفايه خناق بقى كده النهارده. بيقول لك اقطع النت عن العرب وانسب التهمه لاسرائيل وستتحرر فلسطين في نص ساعه. شكرا جزيلا لحضراتكم، تحياتي وتقديري واحترامي لكم جميعا. تصبحون على وطن تفخرون بالعيش فيه. سلام عليكم.